العراق لهذا الموسم. هذه كرة عادت هنا وصلت، لابد أن نعرف بأسماء اللاعبين، ولكن قبل ذلك نبارك لنادي الموصل ولنادي الغراف وصولهما وبعد الفوز وضمان بطاقة التأهل المباشرة لدوري نجوم العراق. مبارك لأبناء الموصل الحدباء، مبارك لنادي الغراف الممثل لمحافظة ذي غار بالوصول إلى الدوري، دوري نجوم العراق للموسم القادم إن شاء الله. هذه الكرة وصلت الآن وللتقدم كتيبة المدرب باسم قاسم، بالحراسة ياسين كريم، حمزة الريبي، سعد ناطق، وكرار سعد أحمد سيل، كرار محمد موسى سالم، مهدي كامل، شريف عبد الكاظم، وعلي مصطفى، وحسين عبد الله لاودي. تشكيلة نادي الطلبة انتقال لتشكيلة المدرب ولي كريم لمباراة اليوم. بالحراسة رضا عبد العزيز، وكذلك أحمد نعيم، أحمد مكنزي، علي حسين عنبر، علام هاوي، شبر علي، دومينيك مندي، محمد صالح، التيموي إياي، وكذلك البشير بن محمد، نسيم صيود. هذه تشكيلة الفريقين خلال هذا اللقاء لمباراة اليوم ما بين الطلبة والنجف. غزلان البادية يحاولون من خلال مباراة اليوم يعني يحققوا 3 نقاط، انتهى الموسم. كذلك النجف بالمركز الخامس عشر، والطلبة بالمركز الرابع للدوري نجوم العراق. المباراة الأخيرة والختام بالنسبة للفريقين هي آخر مباراة خلال منافسات دوري نجوم العراق بعد أن وصلت هذه الكرة وبعد أن عدت الإبعاد من سعد ناطق، عدت يصعد في العرض، وأيضا منذ دقائق مضت انتهت تلك المباريات. مباراة نادي نوروز والكهرباء التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ومباراة تهوك والكرخة التي انتهت ب4 أهداف مقابل هدفين لنادي تهوك. انطلقت هذه الجولة منذ يوم أمس، وكذلك بعد تعادل نادي القرمة أمام زاخو سيلفا من دون أهداف، وتعادل نادي القاسم أمام الشرطة بهدفين مقابل هدفين، والميلاد تغلب على ديالى ب3 أهداف دون رد، والنفط تغلب على الزوراء بهدفين مقابل هدف وحيد. التهوك تغلب على الكرخ ب4 أهداف مقابل هدفين، ونوروز تعادل أمام الكهرباء. إذن وهي مباراة النجف أمام الطلبة والقوة الجوية أمام نفط ميسان. يوم غد ستلعب مباراتين، نفط البصرة بمواجهة أربيل، وكربلاء بمواجهة الحدود. كربلاء والحدود الهبوط رسمي للدوري الممتاز، ولكن هنا الكرة بوسط ملعب المباراة. نشاهد بعد هذا التقدم كرة ملعوبة الآن وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة بعد أن مضت، ولا زالت هنا التقدم وتصويبه إلى خارج أرضية ملعب المباراة. لا زلنا نشاهد حتى هذه اللحظات أحبتي. اليوم بالحراسة ياسين كريم مشرك كحارس أساسي، وكذلك هناك رضا عبد العزيز. هذه الإعادة لهذه التسديدة التي مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة حتى هذه اللحظات، ولا زلنا نشاهد ونتابع أحبتي من خلال مجريات الشوط الأول. نادي النجف يسعى لتحقيق 3 نقاط من أجل مصالحة جماهيره من خلال مباراة اليوم، والمباراة لابد أن تختتم ب3 نقاط، سواء تكون لصاحب الأرض أو للفريق الذي حل ضيفا. نعم، وهذه كرة بعد أن وصلت إلى هنا وعادت لقاءات جمعت الفريقين، وتلك اللقاءات التاريخية تتجدد في مباراة الختام. هنا العبور، هنا المرور للتقدم، هنا بتصويب لنادي النجف وإلى خارج أرضية الملعب بتسديدة من مكان بعيد من اللاعب. نعم، هذا هو بيليف، سدد بقوة إلى اللاعب إياي بيليف الليتشيري، تسديدة قوية سدد التيموي بيليف. سجل أيضا في المباراة الأخيرة في شباك نادي نفط ميسان هدف تقليص الفارق بعد ما انتهت المباراة ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. الكرة تصل بوسط ملعب المباراة، عادت عند المدافع هناك من محمد صالح، وتعود مرة أخرى لنقلة بوسط الملعب. دومينيك مندي يحاول التقدم الآن من دومينيك مندي،
ولا زالت مستمرة بهذا التقدم بهذا العبور. هي للأمام، وهنا الكرة تصل مرة أخرى. لا شيء للطلبة ولا شيء لنادي النجف من خلال مباراة اليوم. لا زلنا نتابع هذه الكرة التي وصلت الآن، استمر حتى هذه لحظات البحث عن أول أهداف اللقاء. هنا التقدم والصافرة وخطأ. صافرة حكم المباراة مهند مناف هو من يضبط هذا اللقاء، حكم درجة أولى ماجستير تربية رياضية من السماوة، يدير أحداث هذا اللقاء. يساعده الدولي حيدر عبد الحسن المساعد الأول، بينما المساعد الثاني كذلك إسماعيل مطر بيسان، والحكم الرابع حامد علي. عصام فاضل حكم الفار، وليد عبد السلطان مساعد الفار. خطأ هنا ولمصلحة نادي النجف. على التنفيذ البشير بن محمد التونسي، وعلى التنفيذ بهذه الكرة الثابتة لمصلحة نادي النجف لغزلان البادية. تصويبة وإلى خارج أرضية الملعب، بتسديدة غادرت أرضية ملعب المباراة، ذهبت بعيدة على مرمى الحارس ياسين كريم، وغادرت أرضية الملعب. هنا الركنية الآن لمصلحة نادي النجف. ملعب النجف الدولي يحتضن هذا اللقاء الأخير ما بين الفريقين، ولحساب الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق. تلعب الكرة وتغادر أرضية ملعب المباراة. ثامن مباريات هذه الجولة، الجولة 38 وجولة الختام جولة الوداع. دوري طويل شاق هذا الموسم، قدمت الأندية كل ما لديها وتبارت في جميع المباريات. اشتدت المنافسة من أولى المباريات في الدوري حتى المباراة الأخيرة من أجل ضمان المراكز المتقدمة. هناك من كان يصارع من أجل أن يحقق لقب بطولة الدوري، وهنا من كان يستعد ويرتب الأوراق ويستعيد وضعه لكي يعود ويصبح بمركز يليق باسمه بكيانه. لكن حتى الآن هنا المحاولة على مهاوي، يحاول لكن الكرة بعد أن مضت عدت حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب، وبمنتصف ملعب المباراة عادت لنادي الطلبة. هنا الدوران وتعد الآن من مهدي كامل. مهدي يلعب هذه الكرة بتمريرة، مهدي كامل، نقلة من مهدي كامل، تلعب طويلة هناك يا مهدي، ولا زالت مستمرة بهذا التقدم بالشريف عبد الكاظم. يحاول المرور، شريف أعاد الكرة، لعبها نادي القوة الجوية وانتقل للطلبة، بل وتعود بمنتصف ملعب المباراة. نقلة أخرى وتتغير الكرة من موسى سالم، يلعبها موسى لكن عادت لنادي النجف. هنا المرور، هنا التقدم، هنا العبور، ممكن أن تكون في المرمى بهدف أول، وتعود هذه الكرة بالتصويب، وياسين يتصدى. الروعة، ياسين تصدى للكرة الماضية بعد تلك التسديدة الرائعة والجميلة باللقطة الماضية من اللاعب بيليف، بتلك اللقطة من البشير. اللقطة الماضية محمد صالح يحاول بأن يعيد الكرة الآن في وسط ملعب المباراة. هنا التحركات وعادت الكرة بنقلة لتصل بمنتصف الملعب هناك باتجاه اللاعب كرار، يلعبها بهذا التقدم بوسط ملعب المباراة. تعود من كرار، هي نقلة أخرى لنادي النجف لغزلان البادية، وهم يحاولون بأن يتقدموا بالمباراة من أجل أن يسجلوا أول أهداف اللقاء، لكن الهدف الأول غائب عن أحداث المباراة حتى هذه اللحظات، ولا زلنا ننتظر. إن كان الانتظار قاتل فممكن أن يكون بعد الانتظار انتصار، والانتصار بهذه المباراة هل يكون من نصيب النجف أم من نصيب الطلبة؟ من خلال مباراة اليوم نشاهد من يقدم أكيد سيربح، من يجتهد أكيد سيتفوق بهذه المباراة ويكتب سيناريو لهذا اللقاء، لقاء الختامي والمشهد الختامي للجولة 38 والأخيرة هي مسك الختام. فمن يكون نعم مسكها لهذه المباراة ويختتمها بنتيجة تكون فيها النقاط حاضرة. المحاولة والعبور عند اللاعب البشير بن محمد، حاول أن يتقدم وتعود الكرة مرة أخرى. محمد صالح انقطعت لتعود بنقلة لكرار، نقلة هذه المرة للاعب نسيم صيود، وعدت الكرة من البشير، حاول ولكن الإبعاد يأتي، تتخلص لتعود مرة أخرى. هنا التقدم لا زالت مستمرة بيليف إياي والكرة عدت لا زالت مستمرة هنا بتمريرة، وهذا التقدم ممكن أن تكون على مهاوي
وتعود من علاء، تنقطع ضغط لكتيبة غزلان البادية بهذه التحركات الجميلة وهذه التصويبة من مكان بعيد حتى غادرت أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم تغادر أرضية الملعب. هنا الكابتن باسم قاسم والجنرال ونجلة المساعد كابتن علي. اللقطة الماضية شاهدنا التصدي من الحارس ياسين، تصدى ببراعة، تألق وأبعد تلك الكرة الماضية. لازلنا نشاهد ونتابع بعد أن باركنا لنادي الموصل التأهل المباشر لدوري نجوم العراق، وباركنا كذلك لنادي الغراف ثاني المتأهلين لدوري نجوم العراق. كذلك في مباراة الملحق سيتواجه نادي الجولان بمواجهة نادي أمانة بغداد من أجل نعم مباراة البلاي أوف، ومن ثم الفائز من نادي الجولان وأمانة بغداد سيلاقي نادي نفط البصرة في مباراة البلاي أوت من أجل الضمان، وهذا في حال إذا تغلب نادي نفط البصرة على أحد القادمين سيضمن مكانه في دوري نجوم العراق ويبقى في دوري نجوم العراق، وإذا خسر مباراته سيهبط للدوري الممتاز. نتابع سلامة الحارس. نعم ونشاهد بهذه اللحظات لا زلنا نتابع أحبتي من يتقدم بمباراة اليوم. فهذه المباراة هل تكون هي مليئة بالإثارة ومن أجل تسجيل الأهداف؟ سلامة الحارس ياسين اليوم أشرك كحارس أساسي، وكذلك بعد غياب الحارس فهد طالب، وأيضا المتواجد في الدكة الحارس محمد حسن، بينما هناك أيضا في دكة البدلاء غيث معروفي، حسن علي زيد، إسماعيل حبيب الوسلاتي، أوستين أبوتو، أحمد صباح ومحمد عدي، وكذلك أيضا سرحنج محسن في الدكة لنادي النجف، وزين العابدين عائد، محمد حسن، فابريس وعلي فائز وعبد الله، زين رضا، محمد حاتم وأيمن لؤي ومحمد قاسم في دكة البدلاء لنادي النجف. هذه كرة عدت، هنا التقدم، هنا العبور، هنا المحاولة لمصلحة نادي النجف لكنها تنقطع وتعود مرة أخرى. لازلنا نتابع حتى هذه اللحظات نادي النجف يحاولون التقدم والوصول لتسجيل هدف، لكن الهدف غائب عن أحداث المباراة حتى هذه اللحظات، ولا شيء لنادي النجف ولا شيء لنادي الطلبة. الطلبة قدم هذا الموسم مباريات رائعة وقدم معطيات كبيرة خلال هذا الموسم. لعب موسم كبير، موسم شاق فيه الكثير من المباريات السافرة ولعب خارج الديار، وكذلك الحال ينطبق على نادي النجف وجميع الأندية في دوري نجوم العراق. كما يكون الدوري عام والمباريات ذهابا وإيابا، هذه تكون النتيجة كذلك الإرهاق، ولكن كل من الأندية قدمت الكثير والكثير من المباريات والمعطيات الكبيرة في دوري نجوم العراق، لكن بالأخير لابد أن يتوج بطلا ليكون عنوانا للموسم، والشرطة حققها للمرة الرابعة على التوالي، يحقق دوري نجوم العراق. هذه بعد أن وصلت وعدت من كرار محمد، تلعب الكرة بمنتصف الملعب ونقلة هناك لتصل مرة أخرى عند الحارس. هذه النقلة التي وصلت هناك وبعد أن عدت لتعود مرة أخرى مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين مقابل هدف لمصلحة نادي الطلبة. يومها سجل اللاعب أوستين أبوتو ولؤي العالي، سجل حسن داخل لنادي النجف ذلك الهدف الوحيد، لكن اليوم كذلك غياب اللاعب لؤي العالي على التشكيلة لنادي الطلبة. هذه وتصل الآن بهذه المحاولة والعبور، عادت ياسين ويأتي الإبعاد، تتخلص طويلة أمامية بمنتصف ملعب المباراة. فحتى هذه اللحظات والكرة لا زالت مستمرة بهذا التقدم لنادي الطلبة للأنيق. هنا المحاولة، هنا العبور، هنا المرور، عادت الكرة وهنا بنقلة تصل والإبعاد يأتي، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. أحمد مكنزي أبعدت الكرة من أحمد مكنزي، غادرت أرضية الملعب. هذا مهدي كامل بدخول الخطير
مهدي كامل واحد من اللاعبين المميزين في دورينا. لكن الركنية الآن لمصلحة نادي الطلبة للأنيق. الكابتن إسماعيل مطر يتكلم مع اللاعب مهدي كامل باللقطة الماضية. ثابتة لمصلحة نادي الطلبة. مهدي يلعبها تعود مهدي وعادة الآن هنا العرضية تأتي لمصلحة نادي الطلبة. كرة بالراس تتخلص وتعود مرة أخرى لمهدي كامل والكرة براسية بعاد يأتي إلى المدافع بكنز أحمد حسن. بكنزي أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذه عادت مرة أخرى. هنا العرضية وهنا الراسية. الكرة عند الحارس عبد العزيز رضا عبد العزيز. باللقطة الماضية وصلت للحارس رضا عبد العزيز اليوم يشرك كحارس أساسي بدلا من الحارس سريج محسن. بعد تلك الكرة التي مضت والتي وصلت لأيادي الحارس رضا. هذا هو الكابتن سعد ناطق كابتن الفريق قائد الكتيبة البيضاء لكتيبة الأنيق للطلبة الكابتن سعد عبد الأمير. ولا زالت الأمور مستمرة هي التعادل ما بين الفريقين. لا شيء لنادي الطلبة ولا شيء لنادي النجف. دوران هذه الكرة عند اللاعب دومينيك مندي. عدت في اللاعب دومينيك مندي وحتى هذه اللحظات تصل الكرة بهذا التقدم عند الحارس ياسين كريم بن ياسين. حاول المرور والعبور باللقطة الماضية. ياسين لتعود مرة أخرى. شاهد هنا التقدم وهنا الكرة تنقطع لتعود مرة أخرى مبعد. هذه كرة افتكاك للكرة لمصلحة نادي الطلبة بل بوسط الملعب من أحمد انقطعت والإبعاد من شبر علي. ضاعت يا شبر علي وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة. سيد عبد الله لاودي وهذا أحمد نعيم لعب للنفط لعب لنادي القاسم. خرج من النجف ومن ثم عاد لكتيبة النجف مرة أخرى. الإبعاد حاضر. كرة بالراس تعود نقلة بوسط ملعب المباراة. هي من كنار تتخلص عادة لك من موسى ولكن بنقلة طويلة أمامية تصل لعلام هاوي. يحاول المرور كنار سعد قريب والإبعاد يأتي. تتخلص من اللاعب كنار سعد باللقطة الماضية. لا زلنا نتابع نظرات المدرب باسم قاسم. لاعب عدت الكرة هناك بعد أن مضت ولتعود مرة أخرى عند اللاعب دومينيك مندي. حاول التقدم بالكرة الماضية. كابتن باسم قاسم باللقطة الماضية كان ينظر ويترقب ويشاهد يتمعن بالمباراة. هذه الكرة بالراس والإبعاد حاضر. عادت لأحمد نعيم مرة أخرى. أحمد نعيم لكن تصل أحمد نعيم قريب الكرة افتكاك هنا مع حمزة الريبي قريب والإبعاد تخلص. وبعدت الكرة بكرار سعد. أبعدها كرار سعد. حاول المرور اللاعب نسيم صيود باللقطة الماضية التونسي لكن كان في جانب اللاعب اليمني حمزة الريبي وكرار سعد وأيضا كان الإبعاد للكرة الماضية. هذا هو اللاعب دومينيك مندي السنغالي كابتن الفريق. وتنفذ الكرة هنا والارتقاء براسية عدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. لاعب إبعاد كان حاضر للكرة الماضية. حتى هذه اللحظات فأغلب هذه الكرات تهدر لن نشاهد الأهداف خلال الدقائق التي مضت ولكن نأمل أن يكون هناك هدف للطلبة أو لنادي النجف بالدقائق القادمة. فمن يعطي لكرة القدم أكيد ستعطي. هنا الكرة بوسط الملعب لمصلحة نادي الطلبة والمرور عند اللاعب موسى سالم لكن انقطعت افتكاك والمرور. هنا العبور دومينيك مندي إلى بتسديدة رائعة من اللاعب إياي
هذا هو بيليف بتسديده رائعه، سدد بقوه بعد هذا المرور، بعد هذا العبور. شاهد تسديده اللاعب اتيموي اياي بيليف النيجيري، لكن ياسين كريم تألق وتصدى للكرة الماضية. مراعي تعود مرة أخرى. دومينيك مندي حاول الآن، دومينيك مندي تتخلص وتعود الكرة الآن بنقلة لا زالت مستمرة في وسط ملعب المباراة. هذه تعود مرة أخرى بنقلة عند اللاعب من جديد هناك لتصل لنادي النجف بمحاولة أخرى من اللاعب دومينيك، ولكنها وصلت عند اللاعب علاء. انتقلت والتقدم لمصلحة نادي النجف، يحاولون من أجل الوصول وتسجيل هدف من خلال هذه المباراة وأحداث هذا اللقاء، لكن بعد تلك الكرة التي أبعدت حتى هذه اللحظات، ونترقب بأن يكون هدف أول خلال مجريات الشوط الأول من أحداث المباراة. بعد ما أبعدت هذه تصل وللأمام. هنا المحاولة التقدم لنادي النجف، حتى هذه اللحظات هم يبحثون ويحاولون الوصول وتسجيل هدف أول من خلال مجريات الشوط الأول. سلامة اللاعب حسين لاوندي، سلامة اللاعب لاوندي، سقط أرضا حسين عبد الله لاوندي. لازلنا نشاهد، هذا هو الارتقاء باللقطة الماضية، وبتلك الرأسية أبعدت من اللاعب شمبر علي. اشتراك ما بين اللاعب حسين لاوندي باسم قاسم الواضح بالصورة، واحد من أكثر المدربين تحقيقا للقب الدوري العراقي بعد الكابتن أيوب أوديشو اللي حقق لقب الدوري العراقي 4 مرات، والكابتن باسم قاسم كذلك واحد من المدربين اللي حقق لقب الدوري العراقي 3 مرات مع نادي توك 2009 2010، وكذلك مع الزولاء 2015، ومع القوة الجوية في موسم 2016، وكذلك أيضا الكابتن ثائر أحمد حقق لقب الدوري العراقي 3 مرات، والمصري مؤمن سليمان أيضا حقق لقب الدوري العراقي 3 مرات مع نادي الشرطة. لازلنا نتابع ونشاهد أحبتي هذه بعد أن وصلت الآن والتقدم في اللقطة الماضية بعد أن عدت ولا زالت مستمرة في هذا التقدم من أجل الوصول وتسجيل هدف في هذه الدقائق، بأن يكون هدف يكسر شفرة الحراس ويدون أول أهداف المباراة ليبدأ بكتابة السيناريو لهذا اللقاء. لكن هناك بعد التدخل باللقطة الماضية لا زالت مستمرة، والتعادل محمد صالح يلعبها عند اللاعب مندي، يتراجع عمل الكرة عند اللاعب بيليف، يحاول وعاد بالكرة بيليف لأحمد نعيم. أحمد نعيم جهة الكابتن ولي كريم، أيضا الكابتن ولي كريم لعب لنادي الطلبة، وبينما هو درب نادي نوروز ونادي الكهرباء، ومن الكهرباء انتقل لتدريب نادي النجف. خلال مباراة اليوم يسعى لتحقيق نتيجة مرضية لجماهير نادي النجف بالرغم المدرجات خالية. هذه الكرة بعد أن عدت ووصلت إلى الإبعاد، هنا الهدف، هنا الهدف. أول أهداف المباراة، يأتي الهدف الأول. البشير بن محمد يزف البشرى التونسي بأول أهداف المباراة. نعم، أربك المدافعين وسجل هدف أول باللقاء، الهدف الأول لنادي النجف. نعم، خطأ كان من المدافع، والبشير بن محمد التونسي أشغل دفاعات نادي الطلبة ليعلن عن أول أهداف المباراة، وجاء الهدف الأول بعد ذلك المرور الجميل والهدف الرائع. أشغل الدفاعات، وبهذه اللقطة شاهد أخطأ بها المدافع حمزة الريبي بهذه الطريقة، أراد أن يبعد الكرة لكن لعب بهدف عكسي، وكذلك هدف يأتي بنيران صديقة من المدافع حمزة الريبي، أسكن الكرة في مرماه عن طريق الخطأ، حاول أن يبعدها لكن تبقى هي هجمة ومرور اللاعب البشير
نعم بن محمد، وأدخلها المدافع بهدف عكسي للمدافع حمزة الريمي، أخطأ وسجل هدف في مرمى فريق، تصبح نتيجة المباراة 1-0. هدف وخطأ من المدافع، خطأ المدافع يكلف هدف، وبالفعل هذا ما حدث الآن. هو بررها البشير بن محمد، كان يبحث عن متابعة، يبحث عن مساندة من أحد زملائه الواضحين، كان أمام اللاعب علاء هاوي، لكن الكرة لن تصل لأقدام اللاعب علاء هاوي، بل وصلت لأقدام المدافع حمزة الريمي الذي أخطأ بالكرة الماضية وأسكن الكرة في مرمى فريق. 1 لنادي النجف، لا شيء لنادي الطلبة. إذا نتابع، تصل وللأمام، النجف 1 الطلبة لا شيء. عدت أمامي محمد صالح وتنقطع لتعود مرة أخرى أحمد نعيم، تمريرة من أحمد نعيم وإلى خارج أرضية الملعب. يا أحمد نعيم توجيهات للكابتن باسم قاسم. كرار سعد، ملعوبة الكرة كرار لتعود مرة أخرى. هنا التقدم مرة أخرى عند اللاعب بيليف، يحاول والإبعاد. هناك النسيم صيود، والكرة تعود من حمزة، يلعبها طويلة باتجاه اللاعب موسى شبر. عادت الآن شبر علي وبوسط ملعب المباراة. هنا التحركات رائعة لهذا اللاعب، لاعب يحاول من اللاعب البشير. هناك بنقلة من اللاعب أتيموي، بيليف على هاوي، عادت لأحمد نعيم، من أحمد نعيم ونقلة أخرى تصل إلى أن عدت عند اللاعب محمد، يحاول أحمد سهيل في وسط الملعب، ولكن انقطع السلامة للاعب أحمد سهيل بعد الاحتكاك باللقطة الماضية مع اللاعب أحمد سهيل. سلامة، هذا هو التدخل والخطأ بالكرة الماضية مع اللاعب أحمد سهيل. لا زلنا نشاهد، وبهذه الاستراحة القصيرة، استراحة تمرينية من أجل شرب المياه والعودة، التقدم لنادي النجف بهدف وحيد. بعض الجماهير المتواجدة بهذه المباراة العاشقة لنادي النجف ولنادي الطلبة متواجدين بالرغم من قلة العدد، لكنهم حاضرين ويشاهدون أحداث هذه المباراة، مباراة الأخيرة بالنسبة للفريقين، وختام هذه المباراة لدوري نجوم العراق كذلك لكل الفريقين. نعم، هي تعد المباراة الأخيرة من دوري نجوم العراق بالنسبة لنادي الطلبة، يختتم مبارياته وكذلك نادي النجف خلال مباراة اليوم. واضح الصورة كرار سعد، كذلك يتلقون توجيهات من المدرب الكابتن باسم قاسم، ويطلب اللاعبين أن يعودوا بالمباراة ويعدلوا من نتيجة اللقاء، وهذا ما يعمل عليه الكادر التدريبي ولاعبي نادي الطلبة قبل أن ينتهي الشوط الأول. شاهد هذه الإعادة، أخطأ بها المدافع، أراد أن يبعد كرة اللاعب البشير بن محمد، ولكن أسكنها الشباك عن طريق الخطأ اللقطة الماضية. هذا المرور شاهد، ولن يمرر الكرة نحو الحارس، بل أراد أن يوصل الكرة إلى اللاعب نسيم صيود، وأخطأ بها المدافعون اللاعب شاهد. هذه بعد أن أراد يبعدها اللاعب، أخطأ بها حمزة الريمي وأكمل عليها اللاعب كرار سعد ودخلت المرمى. هدف بنيران صديقة من دفاعات نادي الطلبة. كرار على التنفيذ، دخول اللاعب حبيب الوسلاتي بدلا من اللاعب موسى سالم. نعم، موسى سالم ترك أرضية الملعب، وإشراك اللاعب حبيب الوسلاتي التونسي يشترك الآن. هناك تقدم، وعلي مصطفى في اللقطة الماضية كان واضح بعد تلك الكرة التي عدت بوسط ملعب المباراة. أحمد يلعبها عند اللاعب دومينيك بندي، أعاد هذه الكرة لأحمد نعيم. أحمد نعيم البعض عن زميل بمنتصف ملعب المباراة، عادت من شبر وبنقلة أخرى
تصل مرة أخرى هناك من اللاعب لعلي، وعاد الكرة هناك من شبر لأحمد نعيم، تعود لعلي حسين عمر. هذا التقدم بهذا المرور وتصويبة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة. تسديدة السنغالي المختص بتنفيذ الكرات من هذه الأماكن والخطير بهذه الأماكن اللاعب دومينيك مندي. هذا في الموسم الماضي عند هدف من منتصف الملعب بملعب الكرخ، وكذلك بتلك المباراة سجل ذلك الهدف الجميل من منتصف الملعب، وكذلك عند العديد من الأهداف من هذه الأماكن عندما يقف خارج منطقة 18 ويسدد بقوة. دائما ما تأتي كراته في المرمى ويسجل ويخترق مرمى الحراس. لتعود الكرة الآن بوسط الملعب. محمد صالح أعاد الكرة لأحمد مكنزي اتجاه لاعب محمد صالح مرة أخرى. عادت يا محمد. أحمد نعيم من أحمد نعيم، تعود الكرة يا أحمد وبنقلة طويلة من الحارس رضا عبد العزيز إلى خارج أرضية الملعب. يا رضا عبد العزيز غادرت أرضية ملعب المباراة. هذا ولي كريم، الكابتن ولي كريم المدرب لنادي النجف. كرار سعد على تنفيذ كرة تماس من كرار سعد يلعبها. هنا نقلة تعود عند كرار حسين لاوندي باللقطة الماضية، انقطعت من اللاعب مندي. دومينيك مندي يحاول التقدم بهذه النقلة إلى البشير، من البشير والإبعاد يأتي تتخلص هناك من سعد إلى أن وصلت للحارس رضا عبد العزيز. تعود لأحمد، وهذا هو الشبر علي. يعيد الكرة لأحمد نعيم. محمد صالح من محمد صالح عادت مرة أخرى. نقلة طويلة شبر علي مندي، ولكن تتخلص بالراس. الكرة بكرار محمد لتعود مرة أخرى. مهدي كامل لحبيب. الوصلات يعدى بالكرة لأحمد سهيل. مريا سهيل بهذه الكرة من أحمد سهيل وتعود لمحمد صالح. محمد صالح دوران بهذه الكرة للاعب محمد صالح، ولكن هناك اللاعب مكنزي والكرة إلى صيهود. نعم نسيم صيود بالكرة الماضية مع اللاعب كرار محمد والتي غادرت أرضية الملعب. كان هناك تصادم بالكرة الماضية وافتكاك في مصلحة لاعبي نادي النجف، وبالآخر غادرت أرضية الملعب. هذه عادت مرة أخرى. تراجع واضح وانتشار للاعبي نادي النجف بعد التقدم بهدف يسعون ويبحثون عن هدف آخر، بينما كتيبة المدرب باسم قاسم ينتظرون بأن يعود الفريق ويسجل هدف ويعدل نتيجة المباراة. شريف عبد الكاظم الواضح باللقطة الماضية. عادت مرة أخرى للحارس رضا عبد العزيز. نقلة من رضا وتصل يا رضا إلى مكنزي يلعبها نقلة بمنتصف الملعب. انقطعت مرة أخرى. حمزة الريبي بهذا التقدم لتصل مرة أخرى. هنا دومينيك يلعبها والتقدم بهذه الكرة إلى نسيم. هل تصل إلى نسيم صيود؟ لكن قرار السعد هو الأسرع. وهل سيجذب السعد حبيب؟ هناك الوصلات تعود لعلام هاوي. من علام هاوي تأتي العرضية مغايرة للجهة الأخرى وبأقدام اللاعب البشير. البشير هل يزف المشرة مرة أخرى بتصويبة إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت بتسديدة من اللاعب دومينيك مندي. سدد هذا اللاعب بقوة. شاهد بعد ما هيئ الكرة البشير بن محمد، واللاعب دومينيك مندي السنغالي سدد بقوة حتى غادرت أرضية الملعب. تصل مرة أخرى. حبيب يلعبها. مهدي كامل والكرة بمنتصف الملعب. أحمد سهيل بنقلة من أحمد سهيل وتعادل حسين لاوندي. عدت لا قطعت الكرة وأبعدت هنا بالرأس. تعود مرة أخرى. نقلة لكرار ومرة أخرى هناك عند اللاعب مهدي يحاول بأن تصل الكرة لشريف عبد الكاظم، ولكن هنا براسية تبعد تتخلص بمنتصف ملعب المباراة، والإبعاد يأتي من اللاعب علام هاوي. صافرة وخطأ على اللاعب علام هاوي وخطأ لمصلحة اللاعب أحمد سهيل بعد التدخل من اللاعب علام هاوي باللقطة الماضية. شاهد هذه الإعادة وخطأ كان واضح على اللاعب علاء هاوي. هذه اللقطة شاهد وصلت الآن بهذا التقدم. علام هاوي لعب لمنتخباتنا الوطنية، لعب للشرطة والقوة الجوية والزوران. هذه بعد أن عادت مرة أخرى لتكون بمنتصف الملعب.
يحاول دومينيك مندي لكن عادت لحبيب بن حبيب الوصلات هناك لمهدي كامل. التقدم بهذه الكرة لشريف عبد الكاظم. شريف عبد الكاظم يحاول شريف، مر من دومينيك، عدى شريف ولا زال ينتظر المساندة. تعود كرار هنا التقدم، ممكن أن تكون أحمد بتصويب والتصدي. روعة بتسديدة من مكان بعيد لكن تصدى لها الحارس رضا عبد العزيز وعادت مرة أخرى. شاهد هذا التقدم والكرة تصل الآن لحبيب بن حبيب لأحمد وعادت لأحمد لتصل لكرار سعد. يدخل الآن كرار سعد بنقلة لحبيب الوسلاتي وهنا الدخول لشمبر علي تتخلص لتعود مرة أخرى أحمد سهيل بهذه الكرة تأتي بكرار سعد والعرضية. كرار سعد والراسية من حسين لاودي إلى خارج أرضية الملعب. لاودي والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. ضاعت غادرت أرضية ملعب المباراة. لا زالت الأمور مستمرة. هذا التقدم بهدف وحيد سجل لنيران صديقة بخطأ دفاعي من دفاعات نادي الطلبة. أدخلوا الكرة في مرمى فريقهم. حبيب اللاعب الذي أشرك بدلا من اللاعب موسى سالم. هذه بعد أن عدت والتقدم لا زال بالهدف الوحيد حطتي خلال مجريات الشوط الأول. والوقت يمضي ويداهم أحداث الشوط الأول والتقدم لا زال بهدف وحيد. نلعب بالدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول. هذه بعد أن عدت من حبيب. عادت هناك يا حبيب الوسلاتي لتصل إلى مهدي كامل يحاول التقدم والعبور الآن. كرة بوسط الملعب، نقلة أخرى عدت هنا المرور. حسين لاودي بتصويب يا حسين لاودي لكنها وين يا حسين؟ إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة يا حسين لاودي بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم مضت بعيدة. نادي النجف المتقدم بهذه المباراة هذا الموسم لعب 37 مباراة وهذه المباراة الأخيرة 38 مباراة وفاز ب10 مباريات وتعادل ب13 مباراة بينما خسر 14 مباراة. سجل 35 هدف بينما استقبل الشباك 36 هدف برصيد 43 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق. عدت الآن بينما نادي الطلبة أيضا لعب 37 مباراة هذا الموسم وهذه المباراة الأخيرة التي يلعبها الآن أمام نادي النجف بينما هو حقق 18 انتصار وتعادل ب9 وخسر 10. سجل 40 هدف واستقبل الشباك 25 هدف برصيد 63 نقطة خلال هذا الموسم. ما ينتظره نادي الطلبة وما يقدمه أيضا نادي الطلبة. سلامة للاعب علاء القاوي أيضا يتعرض للإصابة علاء وعلى ما يبدو يترك أرضية ملعب المباراة. علاء هاوي ترك أرضية ملعب المباراة وأيضا أشرك اللاعب محمد حسن بدلا من اللاعب علاء هاوي. هذه عدت. شاهدنا الآن تغييرين، تغيير بصفوف نادي الطلبة وتغيير بصفوف نادي النجف. كراري ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة على مهاوي وأشرك اللاعب محمد حسن. هذه عدت بوسط الملعب. هناك مهدي يحاول ويعيد الكرة للخلف عند اللاعب كرار. أمامية طويلة من اللاعب سعد ناطق ولكن وصلت بوسط ملعب المباراة. تعود لمهدي يحاولون التقدم والكرة عند دفاعات نادي النجف. هذه تعود مرة أخرى التراجع تحت أقدام اللاعب البشير. هناك صافرة وخطأ. سلامة اللاعب أحمد سهيل. سلامة للاعب أحمد سهيل. باللقطات الماضية شاهد ما بين اللاعب أحمد نعيم وأحمد سهيل بالكرة الماضية وهذا التدخل. سقوط اللاعب أحمد سهيل بعد الاشتراك من اللاعب أحمد نعيم بالكرة الماضية.
نتابع أحبتي هذه الدقائق المتبقية، هل يعود نادي الطلبة ويعدل نتيجة المباراة أم يستمر التقدم لمصلحة نادي النجف؟ توجيهات للكابتن باسم قاسم الجنرال الذي ضمن المركز الرابع لنادي الطلبة من خلال هذا الموسم دوري نجوم العراق، والكابتن ولي كريم أيضا كان عنده محطتين تدريبيتين هذا الموسم مع نادي الكهرباء، ومن ثم انتقل لتدريب نادي النجف خلفا للمدرب عبد الغني شهد الذي ايضا قادم نادي زاخو وضمن لنادي زاخو المركز الثالث وهو المدرب السابق لنادي النجف، وين النجف تراجع للمركز الخامس عشر حتى المباراة الأخيرة. هذه كرة تلعب الآن عند اللاعب من البشير، يلعب هناك عند اللاعب بيليف، اياي بيليف ووصلت هنا الدوران، حبيب يلعبها الى كرار، من كرار عدت الكره لحبيب الوسلاتي والتقدم بهذه الكره هناك للاعب علي مصطفى. سلامة اللاعب، سلامة لكرار، اشتراك ودخول باللقطة الماضية. سلامة اللاعب اولا، بطاقة صفراء على اللاعب نسيم سيود التونسي تلقى البطاقة الصفراء. سلامة اللاعب كرار سعد بعد هذا الاشتراك بهذه الكرة ما بين اللاعب كرار ونسيم تلقى البطاقة الصفراء بهذا الدخول. دخول كان متهور باللقطة الماضية من اللاعب نسيم، على أثر تلك اللقطة تلقى بطاقة صفراء. سلامة اللاعب، الوقت يمضي ويداهم أحداث الشوط الأول. التقدم أحبتي لا زال لمصلحة صاحب الأرض نادي النجف بهدف دون رد، والأمور مستمرة بالهدف الوحيد حتى الآن. هذه تعود من كرار محمد، أعاد الكرة لسعد ناطق، هناك من حمزة الريبي لكرار، كرار لمهدي كامل، مهدي كامل يحاول بنقله من مهدي، تلعب الى اللاعب لاوندي، لاوندي يحاول بتصويبه من حسين لاوندي والى خارج ارضيه الملعب. غادرت ارضيه ملعب المباراه يا حسين، لاوندي بعيده وطويله، غادر ارضيه ملعب المباراه. حبيب على التنفيذ بهذه الركنيه، حبيب الوسلاتي على التنفيذ، هل يعيد الامل لنادي الطلبه؟ كره بالراس والابعاد. حمزه الريبي اراد ان يعوض عن الخطا الذي اخطاه، وعندما سجل الهدف بمرمى فريقه كاد ان يعدل النتيجه لفريقه بعد هذه الكره التي مضت. شاهد بهذا الارتقاء وبهذه الراسيه الجميله التي غادرت ارضيه الملعب. لاعب ضربت بالارض، وهذه من أخطر الكرات التي يواجهونها الحراس، رأسية وكرة تضرب بالأرض ومن ثم تذهب وتغادر أرضية الملعب. دائما ما تخادع الحراس هكذا كرات خطيرة. ركنية أخرى وحبيب على التنفيذ، دقيقتين وقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول. نشاهد الآن حبيب هو على التنفيذ مرة أخرى، بالحبيب الوسلاتي على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة الركنية لنادي الطلبة. ينتظر الكابتن مهند مناف إن كان هناك شيء، لكن يطلب استمرارية اللعب. صافرة حكم المباراة، وجود لاعب ساقط على أرضية الملعب. مهند مناف يعطي الإيعاز للاعب حبيب الوسلاتي بأن يلعب، ويقول له انتظر انتظر يا حبيب، على ما يبدو هناك نعم كلام من غرفة الفار، أكيد نعم، إلى الكابتن عصام فاضل والكابتن وليد عبد السلطان حول اللقطة الماضية. هذه كرة تلعب الآن، تنفذ وبالراس عدت وأبعد الشريف عبد الكاظم
بالملاصقة، وهناك خطأ وفيها بطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء على اللاعب شريف عبد الكاظم باللقطة الماضية. إيقاف اللاعب بهذه الطريقة هو خطأ فني من هذا اللاعب، ومن أجل منع اللاعب من المرور، أجل أن يمنع اللاعب دومينيك مندي، أمسك باللاعب بقميص اللاعب وسحبه من الخلف من أجل أن لا يتقدم ويقود فريقه بهدف ثاني. لكن على ما يبدو هناك قرار حكم المباراة بعد أن أعطى البطاقة الصفراء للاعب شريف عبد الكاظم. تستمر المباراة بهذه اللحظات المتبقية من أحداث الشوط الأول، والتقدم لا زال بهدف وحيد دون رد. الكرة وصلت الآن هنا بمنتصف ملعب المباراة، تأتي صافرة الكابتن مهند مناف وتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي النجف بهدف وحيد. أكيد أحبتي سنعود ونكمل ما تبقي من أحداث المباراة في الشوط الثاني، ولكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين سنعود معكم ونكمل مجريات الشوط الثاني من هذه المباراة. هل ينجح بالتسجيل النيجيري توميو عبد سليم؟ توميو جول! هدف أول للزوراء عن طريق النيجيري. توميو يسجل أول أهداف اللقاء وسط فرحة جماهير الزوراء القليلة جدا في مدرجات هذا الملعب، لكن هذه الصغيرة أكيد تحتفل بهذا التقدم. توميو الذي وضع الكرة في زاوية وعبد سليم في زاوية أخرى. توميو يتقدم للزوراء ويسجل 9 أهداف مع نادي الزوراء ليكون هو هداف الفريق. أوسينيوم على عبد الزهراء، من سوف يصوب؟ السنغال على تصويبه. جول 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 على عبد الزهراء. أي تصويبة، أي قذيفة في مرمى النوارس. يمزق شباك الزوراء بهذه التصويبة الذي لم يحسن التعامل معها جلال حسن. توقع الكرة للخارج لكن الكرة سكنت الشباك. أي تصويبة من علاء عبد الزهراء. شاهد الدقة بالتسديد. شاهد الدقة بالتسديد من علاء عبد الزهراء. علي محسن إلى منذر العلوي. منذر تمرير سجاد الله على سجاد، مرور جميل من امام علاء عبد الزهراء. منذر لسجاد يحاول الان، وصلت لعلي محسن الى سجاد يصوب والكره الخطيره. جول 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 جول. تمريرات جميله من لاعبي نادي الزوراء، وفي الاخير مراد محمد يبصم ويصادق على هذه الكره ويضعها في شباك نادي الميناء. سيطرة واضحة تماما لنادي الزوراء في الدقائق الأولى من الشوط الثاني. سجاد الذي لعب الكرة بيسراه ووصلت لمراد محمد، لم يكن متسلل الذي وضع الكرة في شباك نادي الميناء. وعبد سليم حماد ولاعبي نادي الميناء رأوا الكرة تدخل للشباك كما رأيناها نحن المشاهدين والمتفرجين هناك. تمرير الآن، الله! قيثارة بسام الرسام عبر الحدود بهدف. والقيثارة طبعا في ليلة التتويج، في ليلة الفرح، في ليلة القبض على الدرع، بسام شاكر
بسام بيسارية شرطاوية برازيلية. الله 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 الله، لاحظ تونسي إلى عراقي وبسام شاكر. الله يا بسام، الله عالمي بهدف على طريقة نجم برشلونة يامال. الله، شنو الجمال يا بسام يا الرسام. الرباعية على التوالي، قيثارة، داود وجول لداود، محمد داود. ثاني للشرطة، ثاني للقيثارة. قيثارة يا أبطال، دقينا غارة والغيرنا ما يروح الدرع حتى الصدر. الشرطة، الله بدأت الأفراح. ناف يونس واللقطة الجميلة، لكن شوف الخطأ، شوف الخطأ الكبير مرتضى. جمال، وهدف في غاية الجمال لداود، محمد داود طبعا هدف الرابع، هو موسم الرابع وهذا هدف الرابع، هو سجل طبعا على ديالا والطلبة والنفط. محمد داود بهدف ثاني للشرطة الشوط الثاني من أجل التقليص. عالية الكرة والرأسية، وهدف هدف للحدود يقلص الفارق. رأسية كانت ربما سيف كريم. لاحظ والرأسية وهدف سيف داكوستا لعب الكرة وسيف كريم. لاحظ بغداد العاصمة، بغداد الحبيبة، بغداد خضراء. هاي المواس، هاي العقيد بهدف جديد، هو البرازيلي لوكاس سانتوس. ثالث للشرطة، ثالث للقيثارة في ليلة التتويج، في ليلة الفرح. ثالث للشرطة عن طريق البرازيلي. الرباعية التاريخية والثلاثية بالنتيجة. شوف هل هناك شيء بهذه اللقطة؟ لا وجود للراية من سوري لبرازيلي. اللي يلعب على المرتدات، اللي يبحث عن اي ثغرة، عن اي مساحة. هذه خطيرة والله، الله تكمل بهدف نعم. البرتقالة تثمر من جديد. ديالا فريق لم يأتي ليكمل عدد، بل من أجل البقاء مع الكبار، والبقاء تحقق، لكن الكبرياء مستمر. وأي هدف وأي كرة، أعطينا إياها يا مخرج خلينا نشوف. كان محظوظا اي نعم، لكن هكذا هي كرة القدم، تعطي لمن يعطيها. لم يفقد الامل منذ البداية. شوف التمريرة الذكية، شوف الكنترول، لم يكن بالصورة المثالية، لكن حارس المرمى مجتبى يلعب بالنار. وهنا يتلاعب كما يحلو له، يمر كما يريد، يسجل. نعم هدف اول جميل بالنسبة لديالا. شوف المرور وشوف التلاعب وشوف الفينش وشوف المتابعة. نعم هو علام حسن يسجل أول أهداف هذه المباراة بالدقيقة 22. شوف هو اللي قدم، هو جعل مدافعون فريق نفط البصرة في دربكة، وهنا حضرت الدربكة وفقد التركيز. اياد عبد فرحان، اياد اللي يغير اللعب. هذا هو زيكي يحاول. الله يا
ساتر يا ساتر، أي تصويبة وأي هدف. نفط البصرة بهدف للتاريخ، بهدف عالمي. نعم نعم، البديل الناجح زيكي زيكي زيكي. في وقت الظلام أضاءت شرارة الجنوب من قاع الجدول، يخرج صوت الفرسان. وأي هدف وأي تصويب. اعطيني اياها يا مخرج، خليني استمتع، خليني اشوف، خليني استمتع بهذا الهدف. شوف مررنا، شوف هو اللي خلق المساحة لنفسه، هو اللي تحول. هوب، هدف جميل، هدف جميل جميل يا سيكي من ثاني لمسات. علقها 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 بالزاوية 90. وأي تصويبة يا زيكي. بذلك يسجل هدف التعادل بهذه المباراة، وأيضا يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم لنفط البصرة. إسماعيل هدف ثاني بالنسبة لنفط البصرة من ركلة الجزاء. التوغولي إسماعيل أورو يسجل ثاني أهداف نفط البصرة و10 أهداف هذا الموسم. ويحتفلون لاعبين نفط البصرة. انقلبت الطاولة، انقلبت الأمور. نعم، هدف من الممكن أن يغير الكثير والكثير. وهنا التصويبة اليسارية الجميلة اللي سجل من خلالها إسماعيل أورو اللاعب التوغولي ثاني أهداف نفط البصرة. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية وأي مفاجآت وأي قصص. هذا هو دور الكبار، هذا هو دور النجوم. وفرصة لهدف التعادل لديالة محمد خالد شفال. نعم، هدف التعادل لديالة، هدف التعادل لأبناء مدينة البرتقال. وفي أجواء الصيف الحارة لابد أن تنعش الجسد بالبرتقال. وفي دورينا لا يحلو الموسم إلا بوجود البرتقالي. وهدف التعادل من ركلة الجزاء يسجل محمد خالد شفال، وبذلك يصل لهدف الثاني هذا الموسم وثاني أهداف هذه المباراة. والحارس بزاوية والكرة بزاوية. مباراة فيها 4 أهداف يتقاسمها الفريقين. أي جنون وأي إثارة وأي حماس وأي ندية. هذا هو دور النجوم، دوري نجوم العراق. والدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول لحساب الجولة 37 ما قبل الأخيرة. تنفذ أول أهداف المباراة بهدف أول لنادي كربلاء للعميد. يأتي أول أهداف المباراة من كرة ثابتة فعلها حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. شاهد وضع هذه الكرة وين بعيدة على الحارس جدا بهدف أول لنادي كربلاء. بأول أهداف المباراة للعميد الكربلائي من اللاعب حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء بالدقائق الأولى من المباراة بكرة ثابتة أسكنها الشباك في الزاوية البعيدة على الحارس وليد عطية. جاد الله يلعبها، وهنا التصويبة، هنا الهدف. الله، جاء هدف التعادل من سامهين البوركيني، يسكنها الشباك ويرفض الاحتفال. يعدل نتيجة المباراة لنادي النفط من سامهين، يعدل نتيجة المباراة. شاهد هنا التمريرة، هنا المرور بالوليد كريم إلى حسام، ويأتي سامهين ليضعها في المرمى ويعدل نتيجة المباراة لنادي النفط. يرفض الاحتفال أمام فريق السابق بعد أن عدل نتيجة المباراة. هدف التعادل، وهنا تنفذ الكرة، عدت، ممكن أن يكون الثاني. الله، هنا يأتي الهدف الثاني من الجناح الطائر، فعلها مشتاق طالب. نعم، جماهير كربلاء مشتاقون لأهدافك يا مشتاق،
والهدف الثاني لنادي كربلاء بثاني أهداف المباراة بعد هذا المرور. هذا الأسيست الجميل، هل كان مشتاق متسلل باللقطة الماضية؟ لا، بل ترك تلك الكرة مصطفى راضي لمشتاق، أتى من الخلف، شاهد هناك من خلف المدافع جويل ليسجل الهدف الثاني في المباراة لنادي كربلاء، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف حتى الآن لهذه الكرة الثابتة. تلعب من أحمد صبري لستار، ستار لأحمد صبري، عدت هنا تحت العرضية وهنا الراسية. جاء الخبر السعيد وعادت بهدف التعادل. حسام جاد الله أجادها، نعم، وضعها في الراس من حسام جاد الله خلف، يسجل هدف التعادل، يجيدها ونعم ويسكنها في شباك كربلاء بهدف ثاني لنادي النفط، وهدف العودة هدف التعادل من حسام جاد الله. هنا العرضية من أحمد صبري إلى حسام ليسجل هدف بالراس بطريقة جميلة ليعلن عن خامس أهداف هذا الموسم، هو بعد أن سجل في شباك نفط البصرة والقاسم وأربيل هدفين. هنا يسجل في شباك نادي كربلاء ويعدل نتيجة المباراة. أوس محمد أضاعها، هنا كرة جول 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 جول. نعم يا أحمد صبري، هنا يا أحمد صبري، وكأن عادل نعمة يقول خلاص قد نفذ بالصورة. وهنا الركنية الآن على التنفيذ اللاعب أتيموي إياي بيليف يلعبها، وهنا الارتقاء والإبعاد بالراس، تتخلص حمزة يحاول وتعود مرة أخرى كنار محمد، تبعد لتعود من دومينيك مندي مرة أخرى. هناك عند اللاعب بيليف يحاول الدخول بهذه الكرة داخل منطقة العمليات لمصلحة نادي النجف، خطيرة تأتي العرضية والراسية، هنا الجول. لا 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 لا، ضاعت الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة، والإبعاد بعد أن عدت تلك الكرة وبعد أن مرت بتلك الرأسية. حاول اللاعب بالكرة الماضية علي حسين عبر بتلك الكرة. الآن عند اللاعب أوستين أموتو، اللاعب الذي اشترك في الشوط الثاني ضد التقدم، وكذلك بعد أيضا زج اللاعب غيث. هذه عدت وهنا المحاولة لا زالت مستمرة، التقدم يحاولون بهذه الكرة أن تعود لكن يأتي الإبعاد، تتخلص يشرك أيضا اللاعب غيث معروفي بهذه الكرة التي وصلت، وهنا التقدم لا زال مستمر بهذه المحاولة والعبور يأتي، لكن هنا الإبعاد. هذا هو اللاعب دومينيك مندي ونظرات للكابتن باسم قاسم. تستمر المحاولات من خلال هذه المباراة وندية هذا اللقاء في مباراة اليوم. شاهد هنا الدخول مع اللاعب دومينيك مندي باللقطة الماضية كابتن سعد ناطق، وهنا كانت صافرة الكابتن مهند مناف، هو من يضبط هذا اللقاء ويدير أحداث مباراة اليوم. عدة مواجهات جمعت لقاءات الفريقين، نعم اللقاء رقم 62 خلال مواجهات الفريقين. طبعا الأغلبية بالفوز لنادي ثمين الكفة لنادي الطلبة 26 انتصار للطلبة و20 انتصار للنجف. حضر التعادل ب 15 لقاء خلال مواجهات الفريقين. هذه عدت وهنا العبور، التقدم بهذه المباراة لا زالت مستمرة. تعود الآن بنقلة أخرى وعند دفاعات نادي النجف من أحمد لشمر علي، نقلة من ماكنزي بوسط ملعب المباراة، عادت الكرة وهنا التراجع مجددا من أحمد نعيم حتى وصلت هناك عند اللاعب البديل الذي اشترك بدلا من علامها وحسن لأوستين أموتو، والكرة ضاعت وأبعدت من أمام اللاعب لاوندي. تمريرة اللاعب أوستين أموتو الذي اشترك في الشوط الثاني، ونتابع نادي الطلبة يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة من خلال
أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. نتابع هنا الركنية. الشوط الأول لمباراة القوة الجوية ونفط ميسان انتهى بتقدم القوة الجوية ب3 أهداف مقابل هدف، والكرة عدت الآن. التقدم للاعب أحمد إلى أن غادرت أرضية الملعب. يا حسن، اللقطة الماضية واحدة من أكبر النتائج خلال لقاءات الفريقين في موسم 2014. نعم، بتلك النتيجة الكبرى لمصلحة نادي الطلبة على حساب النجم ب5 أهداف دون رد. وتبقى كذلك واحدة من أكبر النتائج خلال لقاءات الفريقين هي 4-2 في موسم 98-99، وأيضا 4-1 لنادي النجف هذه النتيجة في موسم 2010-2011 كواحدة من أكبر النتائج خلال لقاءات الفريقين. بينما نتيجة 3-0 و3-1 و3-2 هذه النتيجة حضرت خلال اللقاءات ب 11 مواجهة. نعم، 5 مواجهات منها بهذه النتيجة الكبرى 3-1 و3-0 لنادي النجف، عفوا لنادي الطلبة، و6 انتصارات لنادي النجف. 3-1 في موسم 93 للنجف، أيضا في موسم 94 3-1 هذه النتيجة تكررت لمصلحة نادي النجف، وفي موسم 2012 3-1 كذلك لنادي النجف، في موسم 2013 3-1 هي أيضا تكررت لمصلحة نادي النجف، وفي موسم 2018 3-1 للنجف، 3-2 في موسم 2019 لنادي النجف. بينما 3-0 لنادي الطلبة في موسم 89 و3-1 في موسم 92 وأيضا في موسم 92 وفي موسم 2017 3-2 وفي موسم 2022 3-1 هذه لمصلحة نادي الطلبة خلال لقاءات الفريقين. اللقاءات السابقة لازلنا نشاهد أول مواجهة جمعت الفريقين في الدوري العراقي كانت في موسم 87-88 يومها انتهت بالتعادل ما بين الفريقين. مباراة الذهاب التي انتهت لمصلحة الطلبة بهدفين مقابل هدف، ولكن الطلبة حتى الآن متأخر بهدف وحيد من خلال هذه المباراة. عدة لقاءات جمعت الفريقين. نعم، وضعت هذه الإعادة لهذه اللقطة. شاهدون الارتقاء، هل كان هناك شيء بعد أو اشتراك مع اللاعب كرار محمد، والحكم يطلب من اللاعبين أن يتراجعوا. التراجع من اللاعبين واحدة من أكثر النتائج التي تكررت خلال لقاءات الفريقين، هي نتيجة 2-1 حيث تكررت في 14 مواجهة، ونتيجة 2-0 تكررت في 8 مواجهات، نتيجة 1-0 حضرت في 10 لقاءات. هذه عدت الآن. التقدم لا زال مستمر خلال المباراة بهدف دون رد لنادي النجف. أوستين أبوتو اللاعب اللي سجل في مباراة الذهاب، هل يسجل الآن في مباراة الإياب؟ نتابع ونشاهد خلال الدقائق المتبقية لهذه المباراة. كما ذكرنا هذه الكرة التي عدت الآن بالرأس يأتي الإبعاد تتخلص. الموسم الماضي نادي النجف احتل المركز الرابع بدلا من نادي الطلبة، ولكن اليوم الطلبة في المركز الرابع بسلم الترتيب لموسم 24-25، وترى نادي النجف يتراجع للمركز ال15 هذا الموسم. نعم، ربما يكون موسم لم يلبي الطموح لجماهير نادي النجف، لجماهير غزلان البادية. اسماعيل زيد، اسماعيل اشترك الآن، هذا هو زيد اسماعيل يشترك بهذه اللحظات. شاهد أوستين أبوتو بعد هذا التدخل باللقطة الماضية، كان التدخل مع اللاعب أوستين أبوتو باللقطة الماضية. وشاهد حبيب الوصلات على التنفيذ. هل يعود نادي الطلبة؟ بدأ المدرب قاسم بزج بطاقات التي تغير المعادلة لهذه المباراة. كرة بالراس ويأتي الإبعاد تتخلص، تعود الآن. بينما اليوم خطة مغايرة كانت من الكابتن ولي كريم. نشاهد هي عدت هناك للتقدم لترك أرضية الملعب اللاعب علي مصطفى، وبعد اشراك اللاعب زيد اسماعيل. هذه عدت تتهيأ من اللاعب أوستين أبوتو، يحاول
لكن تتخلص الكرة وتعود مرة أخرى. شبر أم لا؟ الكرة عند اللاعب علي حسين عبر في اللقطة الماضية. تدخل علي حسين عبر في تلك اللقطة والتي مضت. ما زلنا نتابع حتى هذه اللحظات ونشاهد بعد أن وصلت الكرة بمنتصف ملعب المباراة لتعود مرة أخرى في نقلة محمد صالح. عدى بهذه الكرة من محمد صالح التراجع بمنتصف ملعب المباراة ولا زالت هنا الكرة بنقلة تعود بندية وأحمد نعيم الإبعاد. تتخلص يا أحمد نعيم، لا زالت مستمرة والتقدم من جديد مرة أخرى هي لسعد ناطق. يحاولون لنادي الطلبة بأن يعيدوا المباراة. هل يجتهدون الطلبة ويعدلون من نتيجة هذا اللقاء؟ نتابع نشاهد أيها الأحبة والأصدقاء. بل وصلت هنا بنقلة طويلة للأمام إلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة وغادرت أرضية ملعب المباراة. فحتى هذه اللحظات وأغلب هذه الكرات تهدر. تستمر ندية المباراة ما بين الفريقين والتقدم بهدف وحيد. هل ينجح نادي النجم بالحفاظ على هذا الهدف الوحيد أو يضاعف نتيجة المباراة أم يكون هناك هدف لنادي الطلبة يعيد المباراة لتكون كفة بكفة؟ محمد حسن وبعد الكرة الآن عند اللاعب كرار. أوستين أموتو التقدم بنقلة بالراس تتخلص وتعود مرة أخرى هنا زيد إسماعيل، لكن التقدم يأتي دومينيك مندي. يحاول دومينيك مندي إلى البشير بن محمد والتراجع بهذه الكرة من اللاعب التياي. نعم بتصويبة بليف وتصويبة رائعة. القائم الأيسر يحرم نادي النجم من هدف ثاني. المباراة عدت الآن وتعود مرة أخرى. يحاولون التقدم. البشير هناك البشير بن محمد حتى غادرت أرضية الملعب ورفعت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. لا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد بهذه التصويبة الرائعة. نعم التي ذهبت نحو القائم الأيسر لمرمى الحارس ياسين كريم والتي نعم مضت هناك وغادرت أرضية الملعب. حتى هذه اللحظات والمباراة لا زالت مستمرة أحظتي بتقدم نادي النجف صاحب الأرض بهدف وحيد دون رد لتصل مرة أخرى. تراجع من مهدي، أعاد الكرة لزيد إسماعيل. زيد من زيد إسماعيل يلعبها كرة بالراس تتخلص وهنا نقلة لا زالت بهذه المحاولة عند اللاعب محمد حسن. طويلة محمد حسن ملعوبة لغيث المعروفي من غيث. الكرة تعود مرة أخرى. هنا انتقال، هذا خطأ. لا 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 لا, لا. ماذا فعلت؟ خطأ بدخول متهور وبطاقة صفراء على اللاعب كرار محمد. كرار محمد هذه للمرة الثانية يعملونها مع اللاعب. نعم هم يدركون خطورة اللاعب دومينيك مندي. بالمرة الأولى في الشوط الأول كانت بنفس الطريقة على اللاعب شريف عبد الكاظم إيقاف اللاعب بهذه الطريقة وتلقى بطاقة صفراء. وهذه المرة أيضا من اللاعب كرار محمد ويتلقى البطاقة الصفراء. يدركون خطورة اللاعب دومينيك مندي عند استلامه للكرة ومروره وعبوره، لكن البطاقات الصفراء كانت متواجدة وخطر. أحمد مكنزي هو على التنفيذ. على التنفيذ من أحمد مكنزي، طويلة إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة بعد هذه التصويبة التي مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة. أحمد مكنزي بالكرة الماضية. نادي النجم يسعى من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة والتقدم بهذه المباراة. هذه بعد أن وصلت هناك في اللقطة الماضية. لا زالوا يحاولون نادي النجف الذي يحتل المركز الخامس عشر بسلم الترتيب، بينما نادي الطلبة صاحب المركز الرابع ويعد واحد من أنديتنا العريقة نادي النجف. النادي نعم نزلان البادية، النادي الذي تأسس عام 1961 من الأسماء الكبيرة من الأندية الكبيرة في دوري نجوم العراق، هو وصيف الدوري العراقي 3 مرات. نعم في موسم 95-96 مع المدرب ناجي حمود، وكذلك في
في موسم 2005 مع المدرب هاتف شبران، وفي موسم 2009 مع المدرب عبد الغني شهد. هذه الكرة وصلت، عدت ولا زالت مستمرة، وأنجب الكثير وخرج العديد من اللاعبين من الأسماء التي مثلت منتخباتنا الوطنية من لاعبي نادي النجف. تلك الأسماء الكبيرة، الرحمة والمغفرة لروح المرحوم الكابتن سالم حسين، ومنهم سعد إبراهيم المرحوم، نعم مان الصراف، وكذلك محمد علي جعفر، وأيضا كاظم ناصر حارس منتخبنا الوطني السابق، أحمد جاسم، وأيضا ماجد نجم، حسن عبد الغني شهد، جاسم سلطان المدرب اللي قاد أيضا نادي الموصل اليوم للتأهل لدوري نجوم العراق، وكذلك محمد جواد، رحيم جاسم، المرحوم حسن شلام رحمة الله عليه، وكذلك أيضا المرحوم الكابتن علي حسون، حسين الرماي، حسن جواد، هاشم خليل، حسن قادر. تطول القائمة بالأسماء التي مثلت نادي النجف من الأسماء الكبيرة على مدى العصور التي مضت، وتلك الأسماء التي مثلت نادي النجف. هذه الكرة تتهيأ والكرة عادت أخرى، هنا محاولة والتصويب، عدت والإبعاد يأتي تتخلص إلى خارج أرضية ملعب المباراة. هنا غادرت أرضية ملعب المباراة بعد أن طالت، ولا زالت المباراة مستمرة بهذا التقدم بهدف وحيد، لكن تصدي كان روعة من الحارس رضا ليحرم نادي الطلبة من تعديل نتيجة المباراة. تحدثنا عن تلك الأسماء الكبيرة التي منها من لعب لنادي النجف ومنها من درب نادي النجف، وذكرنا بأن نادي النجف ما يحتاج إليه هو لقب لإسعاد جماهيره، ممكن أن يكون في المواسم القادمة القريبة إن شاء الله. هذا لا شيء مستحيل في كرة القدم، فهو وصل 3 مرات وكان على بعد خطوات من التتويج بلقب الدوري، لكن ل3 مرات هو وصيف، ويلعب اليوم أمام نادي الطلبة صاحب 5 ألقاب في الدوري العراقي، أولها كان في موسم 80-81، وأيضا آخرها كان في موسم 2001-2002، ولقبه الثاني كان في موسم 92، والثالث في موسم 85 نعم، وفي موسم 92. هذه ألقاب من نادي الطلبة، وجماهيره كذلك تطالب أيضا كيان الأنيق بأن يسعد جماهيره بلقب، وهذا ما يحتاج إليه نادي الطلبة خلال المواسم القادمة، وإن شاء الله لا شيء بعيد ولا شيء مستحيل. كأس العراق مرتين، وكأس السوبر العراقي كذلك مرة. لازلنا نشاهد من الأسماء الكبيرة التي مثلت هذا الكيان الكبير عن أسماء لعبت: حسين سعيد، على كاظم، أيوب أوديشو، جمال علي، ثائر أحمد، جليل صالح، وبيض منير، حارس محمد، حبيب جعفر، علي شاب، وكذلك عبد الوهاب أبو الهيل، يونس محمود، باسم عباس، نور صبري، مهدي كريم، مصطفى، حبيب، سامر، والكثير الكثير، علي وهيب، خلف كريم. هذه الأسماء وتطول القائمة، ربما تخون للذاكرة بعدوى ذكر الأسماء التي مثلت نادي الطلبة من أسماء لعبت، وكذلك منها أسماء دربت: الراحل عبو بابا، جمال صالح، وكذلك يحيى علوان، ثائر أحمد، ثائر جسام، أيوب أوديشو، قحطان كثير، حسن أحمد، أحمد خلف، وأكرم سلمان، عامر جميل، أنور جسام. تطول القائمة بالمدربين الكبار الذين أشرفوا على تدريب نادي الطلبة. هذه الكرة بعد أن وصلت هناك وعدت، لا زالت مستمرة بهذا التقدم. نعود مرة أخرى، حبيب يحاول وإلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة بعد أن مضت وبعد أن ذهبت بعيدا، فلا زالت الأمور مستمرة بالتقدم بهدف دون رد. الجولة ما قبل الأخيرة كانت جولة 37، نعم، حضر فيها 9 انتصارات وتعادل 1 كأكثر جولة تهديفية هذا الموسم، حيث شهدت تسجيل 38 هدف. هي الجولة الأكثر تسجيلا للأهداف هذا الموسم، نعم، 38 هدف سجل في الجولة الماضية. شاهدنا فيها مباراة الزوراء التي انتهت بهدفين مقابل هدف على حساب الميناء.
والشرطة تغلب على الحدود 3-1، والنفط تغلب على كربلاء 4-2، وديالى تعادل أمام نفط البصرة بهدفين مقابل هدفين. نفط ميسان تغلب على النجف 3-1، والكهرباء تغلب على القرمة 4-1. زاخو تغلب على القوة الجوية بهدفين دون رد. الكرك تغلب على اربيل 3-1، والطلبة تغلب على القاسم 1-0، ونوروز تغلب على تهوك 4-1. هذه نتائج الجولة الماضية الأكثر تهديفا في هذا الموسم. الكرة تعود، لكن هنا الكرة بالراس، يأتي الإبعاد تتخلص وبنقلة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. مضت هذه الجولة الأخيرة، القرمة تعادل أمام زاخو سلبا، والقاسم تعادل أمام الشرطة بهدفين مقابل هدفين. الميناء تغلب على ديالى 3-0، والنفط تغلب على الزوراء 2-1، بينما تهوك تغلب على الكرخ ب4 أهداف مقابل هدفين، ونوروز تعادل أمام الكهرباء بهدف لمثله. نفط ميسان انهى الشوط الأول متأخرا ب3 أهداف مقابل هدف من القوة الجوية، والشوط الأول الذي انتهى أيضا ولا زال مستمر بهدف وحيد هنا لمصلحة نادي النجف في صاحب الأرض. كرة بالراس، يوم غد نفط البصرة يلاقي أربيل، وكربلاء يلاقي الحدود بختام الدوري العراقي وختام الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق. ولا زلنا نتابع ونشاهد أحداث هذه المباراة وندية هذا اللقاء من خلال مباراة اليوم وما تبقي من أحداث المباراة. محمد قاسم على ما يبدو يشترك الآن بدلا من اللاعب نسيم. محمد قاسم وبدلا من اللاعب نسيم صيود بهذه اللحظات يشترك الآن محمد قاسم. كرة بعدها مضت ولا زالت هنا مستمرة. تلعب الآن بهذا التقدم، عادت هناك مرة أخرى كذلك الاحتفاء بهداف الترتيب لدوري نجوم العراق اللاعب الشرطة مهند علي ب27 هدف، ويلي اللاعب مروان حسين لاعب نادي نوروز كذلك ب17 هدف، لاعب نادي زاخو جوستافو ب17 هدف، سيف رشيد لاعب نادي القاسم ب15 هدف، إيفياني إيزي وكذلك اللاعب أمجد عطوان هذه عدت يعني إيزي 14 هدف، وأيضا أمجد عطوان ب 13 هدف، سايمون مسوفة الغائب عن هذه المباراة وكذلك الحارث حاتم عنده 12 هدف، ومحمود البواس ب 12 هدف، لاعب الزارة ب 11 هدف. نشاهد بعد أن مضت تنفذ الكرة الآن بالرأس وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة تغادر أرضية ملعب المباراة، فأغلب هذه الكرات تهدر وتبعث هناك بعد أن مضت، ولا زالت الأمور مستمرة بهذا اللقاء من خلال أحداث هذه المباراة. هذا الارتقاء براسية اللاعب أموتو باللقطة الماضية، ولكنها مضت يا أموتو إلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. رضا عبد العزيز من رضا عبد العزيز، والتقدم كرة بالراس تتخلص بنقلة. هذا في حال إذا حقق 3 نقاط نادي النجف سيقفز للمركز الرابع عشر ب 46 نقطة. عدت والتصويبة إلى خارج أرضية الملعب، وحتى في حال إذا خسر الطلبة يضمن المركز الرابع بسلم الترتيب من أجل كذلك البقاء أو في المشاركات الخارجية التي ستشمل الأندية الأربعة الأوائل، نعم أو الخمسة الأوائل، بطولة دوري النخبة الآسيوية وبطولة دوري أبطال آسيا وبطولة كأس الخليج للأندية العربية بنسختها الأولى التي توج بها نادي تهوك العراقي. هذه بعد أن مضت ولا زلنا نشاهد حتى هذه اللحظات هذا التدخل باللقطة الماضية، والخطأ كان على اللاعب زيد إسماعيل، وكرار بعد ذلك الدخول مع اللاعب إليف بالكرة الماضية. شاهد عادة الآن لمصلحة نادي النجف، يحاولون التقدم والمرور، يحاولون العبور من أجل الوصول وتسجيل هدف يعدل نتيجة المباراة.
هذه بعد أن وصلت. هنا التقدم لتعدي ولا زالت مستمرة بعد أن عادت وغادرت أرضية ملعب المباراة. هذا هو حسين علي عنبر بعد التدخل يا حسين علي عنبر، والكرة التي مضت يا حسين، وأيضا بعد أن عدت بوسط ملعب المباراة لمصلحة نادي النجف، والتقدم لا زال لغزلان البادية بهدف وحيد، هدف دون رد، يبحثون عن هدف، وهنا الكرة تمضي وتغادر أرضية ملعب المباراة، فتهدر هذه الكرات من أجل الوصول وتسجيل هدف آخر ليجعل نادي النجف يبتعد بالمباراة بهدف ثاني، لكن محاولات تصل وتنقطع من دفاعات نادي الطلبة. خلال مباراة اليوم الإبعاد كان من اللاعب غيث معروفي باللقطة الماضية، أبعد تلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا هو اللاعب بيليف إياي على التنفيذ. الركنية لمصلحة نادي النجف ملعوبة وبالراس تتخلص عند اللاعب البشير محمد قاسم قريب، البديل محمد قاسم يحاول بأن لا يجعل الطلبة ونادي النجف يتقاسمون نقاط المباراة، بل يريد نادي النجف أن يبقى في مقدمة هذه المباراة بالنقاط الثلاثة والهدف الوحيد، لكن تمضي هناك محاولة تستمر هي الآن بهذا التقدم لنادي الطلبة. عادة بالمهدي لتصل بمنتصف الملعب لكرار محمد، يحاول الآن من كرار يلعبها حبيب لكرار وبوسط ملعب المباراة، نقلة من زيد اسماعيل يلعب الكرة لغيث معروفي، نقلة من غيث زيد اسماعيل يلعب هذه الكرة وتعدي الآن لتصبح بعيدة وتعود مرة أخرى. محمد قاسم يلف ويدور بهذه الكرة من محمد قاسم، مرور عبور يا محمد قاسم، والكرة تنقطع لتعود مرة أخرى غيث معروفي. عد اللاعب اللي سجل في المباراة الماضية ولا زالت عند اللاعب أموتو، والكرة انقطعت من أموتو لتصل مرة أخرى. شاهد هنا التقدم، هنا العبور، هنا المرور. محمد قاسم عدى بالمنتصف الملعب يحاول أن يخترق الأنظمة الدفاعية لنادي الطلبة، ولكن كرار محمد نعم يقطع الكرة من أمام اللاعب محمد قاسم ويعيد الكرة الآن لمصلحة نادي الطلبة بهجمة معاكسة لمصلحة الأنيق. يحاولون الوصول وزيارة شباك نادي النجف من أجل هدف يعدل نتيجة المباراة. هي وصلت، هي عدت الآن بهذا التقدم، تأتي العرضية وهنا التصويب ومن حبيب الوصلات عادت بوسط الملعب. هناك لا زالت الخطورة قائمة داخل منطقة الجزاء، والكرة تبعد الآن بهذا التراجع وسقوط أحد اللاعبين على أرضية الملعب الوسلاتي، والكرة تصل إلى اللاعب محمد سير أبعدها إلى خارج أرضية ملعب المباراة. سلامة اللاعب بعد الاشتراك من محمد صالح واللاعب على حسين عنبر باللقطة الماضية. هذا الموسم نادي النجف فاز على ديالى 2-0 وفاز على الحدود 1-0 على نفط ميسان 4-1 على القاسم 1-0 على الميناء 3-2 وعلى القوة الجوية 4-0 كذلك على الحدود 3-1 و2-1 على القاسم في مباراة الإياب 3-2 على نادي كربلاء و2-0 على نادي الكهرباء، بينما تعادل أمام اللفط وكربلاء وأربيل والزوراء ونفط البصرة والشرطة والكهرباء واللفط والميناء وديالى وتهوك، وخسر كذلك من نادي تهوك 1-0 من نوروز 2-1، خسر من الطلبة في مباراة ذهاب 2-1 من القربة 1-0 من زاخو 1-0 من الكرخ 1-0 من أربيل 2-1 من الزوراء 2-1 ومن الكرخ 1-0 من الشرطة 1-0 من القوة الجوية 3-0 في مباراة الإياب ومن القربة 3-0 أيضا خسر 1-0 من نوروز وكذلك 3-1 من نفط ميسان. نعم تعادل أمام نادي زاخو كذلك سلبا من دون أهداف، ولا زلنا نتابع الآن هو متقدم بهدف دون رد. وكذلك نادي الطلبة خلال هذا الموسم حقق 18 انتصار
بعد الفوز على نادي الحدود 1-0، وفاز على نادي القرمة 2-0، فاز على الميناء 1-0، على الكرك 1-0، على ديالى بنفس النتيجة، على النفط كذلك 1-0، أيضا على نادي النجف في مباراة الإياب كما ذكرنا 2-1، 2-1 على أربيل، 2-1 على الكهرباء، 2-0 على كربلاء، 2-0 على نفط البصرة، 3-1 على نادي نوروز، و3-1 على الحدود، 1-0 على الكهرباء، 4-1 على الكرخ، وكذلك 1-0 على الكهرباء، 3-2 على الميناء، 1-0 على نادي القاسم. وتعادل سلبا مع زاخو والقاسم وديالى وتهوك والنفط، تعادل بهدف لمثله امام القوة الجوية والقرمة ونفط ميسان، وكذلك امام القوة الجوية ذهابا وايابا، بينما خسر من الشرطة 1-0، من نوروز 1-0، من الزوراء 1-0، من نفط البصرة 1-0، من نفط ميسان 1-0، خسر من زاخو 2-1، ومن الشرطة 2-0، من الزوراء 2-1، من تهوك 1-0، من أربيل 1-0. تصل الآن محاولة والمرور العبور بهذه الكرة، وعادت هناك عند اللاعب بتحركاته دومينيك مندي يحاول الوصول بهذه الكرة، ولا زالت المتابعة مستمرة حتى هذه اللحظات. الكرة عدت ولا زالت مستمرة ما بين لاعبي نادي الطلبة. نعم، يوم 8/7 نادي النجف يواجه القوة الجوية في بطولة كأس العراق، والطلبة يواجه الشرطة أيضا في بطولة كأس العراق دور ربع النهائي، وكذلك توك يواجه الميناء، وزاخو يواجه نوروز. في المباريات المتبقية بطولة كأس العراق عدت الآن، تستمر بهذه المحاولة عند الحارس رضا عبد العزيز يلعبها، ونقلة للأمام يا رضا، لا زالت مستمرة، هدف وحيد بعد أن مررها اللاعب البشير بن محمد وأدخلها الشباك المدافعون حمزة الريبي وكرام سعد، أدخلوا تلك الكرة في مرمى فريقهم. هذه وصلت الآن، والتقدم لا زال بهذه المباراة بهدف وحيد. تستمر هنا الكرة تنقطع، وخطأ صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ بعد التدخل باللقطة الماضية. هذه اللحظات ولا زلنا نتابع هنا الخطأ بصافرة حكم المباراة مستمرة. اجواء المباراة بالهدف الوحيد، هل يا ترى سيأتي هدف يعيد الأمل لنادي الطلبة؟ نظرات للكابتن باسم قاسم وهو يشاهد ويتابع وينتظر بأن يعود فريقه ويعدل من نتيجة المباراة. هذا ما ينتظره الكابتن باسم قاسم خلال هذه اللحظات. نتابع محمد قاسم على التنفيذ، اللاعب الخطير المختص بتنفيذ الكرات الثابتة بهذه الأماكن، هو على التنفيذ الآن. محمد قاسم على التنفيذ لهذه الكرة بهذه التصويبة التي مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة. نعم، كرة غادرت أرضية ملعب المباراة، ولا زالت الأمور مستمرة بالنتيجة ذاتها 1-0. عادت الآن تلعب في وسط ملعب المباراة. غيث معروفي أعاد الكرة من غيث معروفي، يلعبها صافرة وخطأ. صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ بعد التدخل باللقطة الماضية. نعم، تدخل باللقطة الماضية، وصافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ، ولا زلنا نتابع حتى هذه اللحظات. هنا صافرة حكم المباراة، والخطأ كان بتلك اللقطة على اللاعب مهدي بهذه الطريقة، والخطأ صافرة حكم المباراة
حتى هذه اللحظات والمباراة لا زالت مستمرة بهذا التقدم بالهدف الوحيد. يسعى نادي الطلبة من أجل أن يعود بالمباراة بعد أن أشرك الكابتن باسم قاسم بطاقاته التي دائما هي ما تغير من نتيجة المباراة وأحداث اللقاء، لكن حتى هذه اللحظات والمباراة لا زالت بهذا التقدم بالهدف الوحيد بالمباراة. ونتابع هل يا ترى يأتي هدف ويعدل من نتيجة المباراة أم يستمر التقدم بالهدف الوحيد لمصلحة نادي النجف صاحب الأرض الذي يسعى من أجل أن يكسب المركز الرابع خلال مباراة اليوم. هذه كرة عدت، الله، نعم يفعلونها مجددا نادي النجف بعد أن انتظر هذا اللاعب بليف تيموي إياي، وجاء الهدف الثاني بهدف ثاني لنادي الطلبة بعد تلك التصويبة. وبعد دخول محمد قاسم تغيرت الأمور وأصبحت نتيجة المباراة بهدف ثاني غزلان البادية. شاهد هنا المرور، هنا العبور، بهذا العبور شاهد تهيأت الأمور بنقلة ذكية، واللاعب نعم بليف وضعها محمد قاسم، خلاص بلمسة فنية من محمد قاسم إلى اللاعب بليف أسكنها الشباك بهدف ثاني بالمباراة. ثاني أهداف المباراة لنادي النجف، أصبحت الآن بهدفين دون رد. ساءت الأمور على نادي الطلبة بعد تسجيل الهدف الثاني بالمباراة. أصبحت الآن نتيجة المباراة بهدفين دون رد، 2 لنادي النجف، لا شيء لنادي الطلبة حتى الآن. إذا نتابع هذه بعد أن وصلت وبعد أن عدت، لا زالت الأمور مستمرة بتقدم نادي النجف. هذه عدت مرة أخرى تصل، وهنا الرأسية وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم غادرت أرضية ملعب المباراة الكرة الماضية. اللاعب سجل في المباراة الماضية هدف تقليص الفارق، واليوم يسجل كذلك هدف ثاني بالمباراة. اللاعب بيليف يسجل هدف ثاني في المباراة. تصل الآن بعد أن عدت، أصبح لديه 3 أهداف هذا اللاعب مع نادي النجف، وسجل في شباك الميناء ونفط ميسان، وكذلك يسجل في شباك الطلبة. هذه عدت، وهناك تقدم مرة أخرى لا زالت مستمرة بهذه الكرة التي وصلت الآن. صافرة وخطأ، صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ، بعد ذلك التدخل باللقطة الماضية بعد ما عدت تلك الكرة وبعد أن مضت حتى هذه اللحظات والمباراة مستمرة بتقدم نادي النجف بهدفين دون رد. يريد أن يعوض عن الخسارة الماضية التي تلقاها من نادي نفط ميسان، لكن حتى هذه اللحظات ولا زال نادي الطلبة يسعون من أجل الوصول وتسجيل هدف ممكن أن يقلص الفارق. بالكرة وصلت والإبعاد تتخلص مرة أخرى. شاهد أبعدت تلك الكرة وصافرة حكم المباراة خطأ. وهنا تغيير آخر لنادي الطلبة. محمد يشترك الآن، محمد عدي، وكرار يترك أرضية الملعب. كرار هو من يترك أرضية الملعب. هذه بعد أن عدت، هناك مستمرة الإبعاد. لا زلنا نشاهد
تمضي مرة أخرى وكرة للأمام، هي تستمر لمصلحة نادي الطلبة. زيد إسماعيل احتكاك وافتكاك للكرة لتصل مرة أخرى، هم يحاولون التقدم والعبور. في هذه اللحظات تأتي العرضية من حبيب وراسية إلى اللاعب أوستين أبوتو، والكرة مضت يا أوستين أبوتو وغادرت أرضية ملعب المباراة. نعم، غادرت أرضية ملعب المباراة في اللقطة الماضية. فحتى هذه اللحظات وبعد أن شاهدنا هدفين لنادي النجف، هدفين، الأول كان بهدف عكسي والآخر عاد إلى اللاعب بيليف، سجل أتيموين نعم إياي بيليف هدف الثاني بالمباراة. فكل شيء يمضي ويداهم مجريات هذا اللقاء من خلال مباراة اليوم، ولا زلنا ننتظر ونتابع أحبتي هل تستمر ندية هذا المباراة بتقدم نادي النجف بهدفين ويكون الانتصار 21 تاريخيا لنادي النجف على حساب نادي الطلبة المتفوق بالأفضلية عنده 26 انتصار على نادي النجف و15 تعادل خلال اللقاءات الماضية ما بين الفريقين. ممكن ننتظر للصافرة والخطأ، كانت حاضرة باللقطة الماضية حتى هذه اللحظات، وممكن أن يأتي هدف ويعدل من نتيجة يقلص عفوا من نتيجة المباراة بهذه الدقائق المتبقية من أحداث المباراة. تصل بمنتصف الملعب، هذه عدت هنا بوسط ملعب المباراة وتعود بنقلة أخرى. تستمر أجواء المباراة بتقدم نادي النجف متقدم بهذه المباراة. نعم أحبتي، مباراة الختام لدوري نجوم العراق، المباراة الأخيرة بالنسبة للفريقين. هذه عادت الآن. هناك في المباراة الأخرى نادي القوة الجوية يقسو على نادي نفط ميسان برباعية 4 أهداف، ولكن الكرة عدت الآن مقابل هدف وحيد. هذه وصلت الآن والتقدم لا زال مستمر حتى هذه اللحظات. هنا العبور، هنا المرور مرة أخرى، والكرة مستمرة بهذا التقدم، لكن يأتي الإبعاد والكرة تتخلص تعود مرة أخرى. نقلة مضت وكرة أبعدت. سلامة اللاعب بعد هذا التدخل مع اللاعب حبيب الوصلاتي بالكرة الماضية. هنا التدخل باللقطة الماضية وصافرة حكم المباراة. الخطأ كان على اللاعب حسن محمد حسن، وأيضا غضب واضح وتوتر من الكابتن باسم قاسم بعد دخول اللاعب بتلك الطريقة. نعم، غضب المدرب كان واضحا في اللقطة الماضية، وهو يتابع ويطالب حكم المباراة بخطأ بعد تلك اللقطة. على ما يبدو فابريس سيشترك الآن من أجل تعزيز خط الدفاع، واللاعب نعم هذا هو من يترك أرضية الملعب البشير بن محمد التونسي، يترك أرضية ملعب المباراة بهذه اللحظات وبهذه الدقائق المتبقية. نشاهد ونتابع ما تبقي من أحداث المباراة حتى هذه اللحظات، والكرة بعد أن وصلت هنا بهذا التقدم لا زالت مستمرة لمصلحة نادي الطلبة. تعود وبنقلة أخرى وصلت لنادي النجف من محمد يلعبها لحسن، وهنا تذهب إلى مصلحة نادي النجف. محاولة العبور، المرور بهذه الكرة وتنقطع. نعم انقطعت الكرة الآن. نعم كرار في تلك اللقطة رضا محمد حاتم الذي يشرك بديلا في هذه الدقائق المتبقية مع فابريس لتعزيز خط الدفاع والحفاظ على نتيجة المباراة والإبقاء بهذه النتيجة بهدفين، ويسعون كذلك من خلال الهجمات المرتدة تسجيل هدف ثاني في المباراة بعد أن عادت الكرة إلى الحارس. ونقلة هنا تأتي طويلة عند اللاعب غيث معروفي بالغيث معروفي يلعبها
والمرور هنا التقدم الحبيب الوسلاتي يلعب الكرة بهذا التقدم بهذا المرور، هي نقلة عادت هناك بهذا هو التقدم لمصلحة نادي الطلبة والإبعاد لتلك الكرة يا محمد عدي. محمد عدي حاول، محمد قاسم أعاد الكرة بالراس في وسط ملعب المباراة، تعود عند اللاعب دومينيك مندي للاعب علي حسين عبر بالكرة الماضية من علي حسين عبر، ولا زالت مستمرة يا علي حسين عبر بنقلة تستمر، واللقاء لا زال مستمر ما بين الفريقين بهذا التقدم لمصلحة نادي النجف بهدفين دون رد، ومحاولة بتصويبه إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية ملعب المباراة وتعود الآن لمصلحة دفاعات نادي الطلبة. زيد يلعبها لغيث نعم معروفي، أعاد الكرة التونسي وتستمر بهذا التقدم من أجل الوصول وتعديل أو تقليص من نتيجة المباراة بما تبقي، وممكن إذا جاء هدف تذهب هناك في الوقت الإضافي نعم الذي سيحتسب من حكم المباراة، وممكن أن يعدل، فلا شيء مستحيل في كرة القدم. الدقائق تمضي وتداهم ما تبقي من أحداث المباراة بهذه الكرة التي وصلت، وهم يحاولون التقدم بهذه الكرة وتمريرة. هنا نقلة كرة بالراس إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة يا محمد عدي، وغادرت أرضية ملعب المباراة يا محمد عدي، فأغلب هذه الكرات هي تهدر، وهذه المحاولات التي استمرت منذ الشوط الأول ولا زالت المتابعة بأحداث هذا اللقاء والتقدم بهدفين دون رد. تلعب الكرة وهنا نقلة بالراس لا زالت مستمرة، تصل مرة أخرى لنادي الطلبة. سعد ناطق يلعبها بتمريرة خاطئة، ولكن هنا الإبعاد يأتي والتحضير. لاعب أبعدت تلك الكرة إلى أن غادرت أرضية الملعب. غيث أعاد الكرة لكرار، سعد كرار سعد وبنقلة للأمام تصل مرة أخرى بهذه الكرة التي يحاولون أن يتقدمون بخلالها، لكن فابريس أبعد الكرة، وهنا هجمة مرتدة لمصلحة نادي النجف مرة أخرى. يبحثون عن ثالث أهداف المباراة في الوقت الإضافي بعد أن احتسبت 5 دقائق كوقت إضافي. يحاول الآن محمد قاسم أن يصول ويجول هذا اللاعب من أجل التقدم ومن أجل أن يضع فريقه في مقدمة المباراة بهدف ثالث بهذا اللقاء بعد أن ساهم بصناعة الهدف الثاني لنادي النجف. عند دخول هذا اللاعب شارك وصنع الهدف الثاني في المباراة، لكن وصلت الآن هنا التقدم لا زالت مستمرة. عدت بنقلة أخرى تصل لرضا لمحمد قاسم، يلعبها من محمد قاسم، يعيد هذه الكرة يا محمد قاسم وتصل مجددا هناك عند اللاعب رضا، لكن انقطعت فابريس وعدت الآن التقدم لمصلحة نادي الطلبة. محاولة سريعة، محاولة خطيرة، أوستين أبوتو وفابريس. أوستين أبوتو يعيد هذه الكرة من أوستين، لكن الإبعاد من أحمد ماكنزي وإلى خارج أرضية الملعب. أبعدت من المدافع أحمد ماكنزي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، غادرت أرضية الملعب. هدفين لنادي النجف لا شيء لنادي الطلبة بدقائق تفصل عن نهاية أحداث اللقاء. نعم 3 دقائق هي المتبقية من الوقت الإضافي وبدأت تستمر وتداهم ما تبقي من أحداث اللقاء. هل يفعلونها نادي الطلبة؟ لا لا لا، ضاعت إلى خارج أرضية الملعب يا سعد ناطق. ضاعت يا كابتن سعد إلى خارج أرضية الملعب. سعد ناطق ابن هذه المدينة كاد أن يضعها في مرمى نادي النجف، ولكن شاهد هنا الدخول من المدافعين من ماكنزي وكذلك من رضا. شبر علي وماكنزي بهذه الروح القتالية خلصوا الكرة الماضية. نتابع ماكنزي والركنية الآن لمصلحة نادي الطلبة. هل ينجح الأنيق ويقلص نتيجة المباراة لتصبح بهدفين مقابل هدف؟ ممكن. كرة بالراس والإبعاد يأتي تتخلص، وعند الحارس رضا عبد العزيز. رضا يمنح الثقة الكاملة
من الكادر التدريبي وزج كحارس أساسي بمباراة اليوم. وهذه الكرة التي وصلت الآن هي عند اللاعب محمد المرور. محمد قاسم يحاول التقدم بهذه الكرة من محمد قاسم. عد الموهوب لا زال يحاول يريد أن يشغل دفاعات الطلبة ولكن راحت بعيدة. محمد قاسم إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة يا محمد قاسم، ضاعت بعيدة وانقطعت لتعود أخرى. رضا إلى غيث، هناك من غيث لكنار في منتصف الملعب. نقلة الآن طويلة من سعد وبالراس تتخلص بوسط ملعب المباراة. في الواقع النتيجة خلاص هي على وشك الانتهاء حتى نقول مبروك نعم لنادي النجف المتقدم. بينما هنا الصافرة تأتي وبطاقة صفراء على اللاعب غيث معروف. غيث معروف يتكلم مع حكم المباراة ولكن البطاقة الصفراء تشهر من حكم المباراة على المدافع غيث معروف بالثواني الأخيرة المتبقية من هذه المباراة. دومينيك مندي أكثر لاعب تعرض للتدخلات القوية بهذه المباراة اليوم. هذا اللاعب نعم تعرض للعديد من التدخلات بخشونة، وأيضا لاعب مؤثر، لاعب موهوب، واحد من اللاعبين المميزين مع نادي النجف، عامل ضغط على الفرق المنافسة. والكرة الثابتة الآن لنادي النجف. من على التنفيذ؟ محمد قاسم أكيد هو على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة، وأحمد نعيم قريب. محمد قاسم على التنفيذ ينفذ هذه الكرة بعيدة. محمد قاسم إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم والصافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية أحداث اللقاء بفوز نادي النجف بهدفين دون رد. شكرا للفريقين، قدم مباراة جميلة، مباراة رائعة. إذا أحبتي هي مباراة نهاية الموسم بالنسبة للفريقين. شكرا لجميع أندية دورينا هذه المنافسة الكبيرة. هناك من سعى من أجل الوصول للمراكز المتقدمة، وهناك من نافس أن لا يبقى في مراكز الهبوط، وهناك من حقق اللقب. فشكرا للجميع، ألتقيكم في يوم آخر وفي مواعيد أخرى إن شاء الله في الموسم القادم. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.